تعرف مين اللي قدامك بخيل؟ ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون خطيبي. بص، هو الموضوع له ابعاد وليه صفات كتيره جدا، بس انا هقول لك الحاجات الاساسيه اللي عمرها ما هتتغير. كلنا عارفين ان البخيل ده مش بخل فلوس بس، لا ده بخل مشاعر كمان وحاجات كتير. اول خطوه هتلاقيه بيقعد يتكلم عن نفسه كتير، وان راجل فييس وبيصرف كويس جدا، وان نزيه جدا على نفسه وعلى اهله، واخر حاجه يفكر فيها الفلوس، وبيتك قوي ان هو بيتك على النقطه. ده يا صديقي بيستخدم صفه الانكار عشان ينفي عنه الصفه دي. خطوه لما بتكونوا في مكان ومضطر ان هو يدفع الفلوس وخلاص مفيش مفر، تلاقي وشه احمر وصوته عالي تلقائيا وهو بيدفع الفلوس. تالت خطوه، لو هو معزوم هتلاقيه بياكل بنفس، لان هو لو هيدفع الفلوس مش هيعرف يستمتع بالاكل. رابع خطوه، اي حد عمل معاه جميل دايما بينكره. برضك البخل المعنوي معانا برضك. خامس خطوه، كل لبسه قديم، ما بيهتمش بمظهره خالص مع انه معاه فلوس. سادس خطوه، بالنسبه للمخطوبين، عيد ميلادك قرب يتخانق معاك، عيد صغير عيد كبير يقول لك انا مسافر مع العيله، او ان انا بقضي العيد نوم وما بصحاش من مكان. سابع خطوه، لما حد يقول له تعالى ناكل بره، يقول له يا عم ده اكل بره ده عك، انا اصلا شبعان ما بحبش اكل بره. الخطوه، لو داخل بيت حد عمره ما بياخد معاه اي واجب، لو القيامه قامت يعني ومضطر والموضوع صعب جدا، هتبص تلاقيه جاب حاجه من على العربيه او حاجه رخيصه او حاجه شعبي جدا. تاسع خطوه، ودي بالنسبه للمخطوبين بالاخص، يقعد يتكلم معاها هتورثي كام، معاكي فلوس كام، اهلك عندهم كام.